حبايبي كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا كده بسرعة مع بعض نعمل أحلى دكر بط مشوي في الفرن في الكيس الحراري. عندي دكر بط غسلاه كويس جدا ونقعاه لمدة ساعة ونص في محلول ملح وخل وليمون، وغسلاه بالدقيق كويس جدا. وطبعا صفيته وجبت طماطمتين أو 3 طماطمات، قرن فلفل حار، كام فص من التوم، وبصلتين كده وسط. لو عندك كبة عندك هاند بلندر اضربيهم فيها أو في كبة عادي. أنا طبعا ما عنديش، استخدمت شفشق الخلاط. نزلت بالطماطم وهنزل بالبصل وهنزل بالثوم وهنزل بالفلفل، هفرمهم طبعا او هضربهم كده في الخلاط. حطيت شويه ميه صغيره بحيث ان الحاجه تمشي كده في الخلاط، وطبعا احنا عارفين ان الطماطم طريه هتمشي كده مع البصل او هتتضرب مع البصل. قطعت الفلفل بالشكل العسل ده، وهبتدي بقى ان انا احط البهارات القمر اللي احنا هنشوفوها مع بعض. نزلت بشويه من الصويا صوص، معلقه كده كبيره، وهنزل بمعلقتين من دبس الرمان، بيدي بجد البط لمعة. ونزلت بمعلقة كبيرة من الخل، ونزلت بعصير ليمونة، ونزلت بمعلقتين من الزيت، زيت ذرة كده، نزلت بمعلقتين بيدي لمعة حلوة جدا. نزلت بفلفل أسمر، نزلت بملح، نزلت ببابريكا، نزلت بنص معلقة من الحبهان المطحون، نزلت بمعلقة من بهارات الفراخ. وهنا بقى اي بهار بتحبيه او بتحبي النكهه بتاعته ضيفيه براحتك خالص خالص خالص. نزلت بنص معلقه من الثوم البودر، نص معلقه من البصل البودر، ودي كده بهارات الفراخ. جبت البطه بتاعتي بقى ونزلت بالخليط كده عليها، وطبعا هبتدي ان انا احشيها كويس جدا تحت الجلد. فتحت كده تحت الجلد وضفت الخليط بالشكل ده. عايزه اقولك ان الحركه دي او الخطوه دي يا سلام لو تعمليها قبلها بليله. يعني النهارده مثلا اول يوم رمضان، اعمليها قبلها بيوم. اللحم بيبقى دايب دوب، بيشرب من التتبيله، بيبقى طعمها احلى من كده بكتير. انا عملتها الصبح في اول النهار، كان طعمها في منتهى العسل. بجد والله العظيم كانت دايبه دوب، كل اللي كلها قال لي اول مره اكل بط بالجمال ده. هنا بقى حطيتها في الكيس الحراري. وعملت ايه تاني يا سمر؟ ونزلت ببقيه الخليط كده في الكيس، وابتديت ان انا الف الكيس بقى بالسلكه اللي هي في الكيس من جوه. خلاص بقى كده تمام. انا كده هركنها بقى من اول النهار لاخر النهار. قبل المدفع بساعتين دخلتها الفرن، او قبل المغرب بساعتين دخلتها الفرن. كانت دايبه دوب بجد معايا، هنشوفها دلوقتي مع بعض. على اعلى درجه حراره قعدت معايا، قعدت ساعه ونص، ساعتين الا ربع. وطبعا بدي الكيس كده فتحتين من فوق عشان طبعا ما ينفجرش في الفرن، كده للتهويه او البخار يطلع من الفتحتين دول. بصي بقى الجمال، ما ولعتش الشوايه، ما ولعتش اي حاجه، تبارك الله. اللحم دايب دوب. ريحه البطه بقى بالبصل بالثوم بالطماطم بالبهارات بالحبهان، بجد الريحه يا جماعه لا تقاوم. بصي البطه المشويه وجمالها. عايزه اقولك ان كل اللي في الصينيه دي الدهون اللي فيها صحيه طبعا. قطعت شويه بقدونس وهنزل كده بالبطه. عايزه اوريكي قد ايه استوت وده بتدوب معايا سخنه بس مش عارفه امسكها. بصي بقى الجمال، لحمها دايب دوب بجد، طعمها حلو جدا. هقطع كده حته من البطه من الصدر ونشوفوها مع بعض. طعمها كان خطير يا جماعه، بجد لازم تجربي الطريقه دي. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لسمر ابو العيله، بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا.